هاي ازيكم، انا نسمة، انا بروفيشنال ميك اب ارتست. النهارده هتكلم على ده اسمه فاونديشن. الفاونديشن الغرض منه ان هو يوحد لون بشرتك او ان هو يداري عيوب بشرتك. معرفش ليه في مصر بيستخدموه 7 طبقات، مع ان شركات الميك اب وفرت لك درجات مختلفه من الكفرنج، من الالوان كلها موجوده عشان ما تقدريش تحطي طبقات فوق بعض. زي ما كتير مننا بيتصدم من قصه ان الوش، لون الوش غير لون الايد. انا بتصدم اكتر لما بلاقي لون الوش غير لون الرقبه، وده موجود بيعملوه كتير من الفنانين. لو بصينا لسمية الخشاب انا مش قادره افهم مين اللي اقنعها ان ده موضه، لان هي في كل اللوكات اللي بتطلع بيها هي بتطلع بنفس الغلطه دي، لون الرقبه غير لون الوش، ودي كارثه. سمية الخشاب محتاجه تعمل بصراحه ميك اوفر في كل حاجه، شعر ووش وميك اب ولبس وكل حاجه. دي لازم تركز في الموضوع ده جدا. محدش يقول لي ان دي اضاءه، لان في كذا صوره سمية الخشاب طالعه بنفس الغلطه دي. وعندنا كمان لقاء سويدان برضو ابدعت في الموضوع ده، مش عارفه ايه الموضوع بصراحه. في بقى الصوره دي لفتت نظري جدا، دي صوره لقاء سويدان مع واحده انا ما كنتش عارفه مين دي. بعد كده لما دورت شويه اكتشفت ان دي الميك اب ارتست اللي عامله لها الميك اب ده. الحقيقه في مصر عندنا مشكله كبيره في موضوع الايمج بتاع الميك اب ارتست اللي بيظهر مع الفنانات، يمكن عشان كده صعب ان احنا تلاقي فنانه فخوره قوي ان هي بتعمل مع الميك اب ارتست ده. لو بصينا على صوره مريم فارس مع الميك اب ارتست بتاعتها، شيز ان ايمج، هي شكل مريم فارس، فخوره ان هي تكون معاها، فبالتالي بتتصور معاها كتير. احنا الموضوع ده في مصر لازم يتغير، والفنانات لازم يغيروا الموضوع ده. روحي الميك اب ارتست تكون ايمج ليكي. عندنا كمان روجينا في الفرح ده ظهرت بنفس الغلطه، ميك اب الوش غير ميك اب الرقبه وبقيه الجسم، لان هي دراعاتها باينه كمان. ولو بصينا في الصور هنلاقي ان معاها العروسه عندها نفس الغلطه، من واضح ان هو نفس الميك اب ارتست اللي عامل الاثنين يعني. ارجوكوا بلاش الموضوع ده نهائي، لازم نركز كويس قوي واحنا بنختار لون الفاونديشن اللي بيتحط على بشرتنا، لان في الاخر ده بيعمل لك شكل غلط، اللوك كله بيطلع غلط. الفاونديشن ليه كذا طريقه يتحط بيها، لكن مش هي دي ابدا الطريقه الصح اللي تستخدمي بيها الفاونديشن بتاعك. ليه بقول كده؟ علشان انا هقولك دلوقتي كويك تيبس توريكي ازاي تستخدمي الفاونديشن صح. اهم حاجه في ان انت عشان تختاري لون الفاونديشن صح تعرفي نوع بشرتك ايه. كل شركات الميك اب عامله ازايز الفاونديشن كده، تحت بيكون في انستراكشن للموضوع انت بشرتك ايه، يعني هتلاقي فاونديشن بيقولك للبشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره العاديه. في فاونديشنز فيها SPF 15. SPF 15 دي معموله علشان تفضل الفاونديشن معاكي لمده طويله. ما ينفعش خالص تستخدمي اي فاونديشن فيه SPF 15 وانتي طالعه تصوير، لان ده بيعكس الاضاءه، فبالتالي شكلك بيطلع دهني، بشرتك بتطلع بتلمع. في فاونديشنز تانية بيبقى مكتوب تحت كلمه ايج دي معموله علشان الناس اللي عندها تجاعيد او كبار السن او الحاجات دي، فبنحط الفاونديشن ده عشان بيبقى فيه ماده بتشد شويه البشره معانا. اختيار لون الفاونديشن بيوفر لك ان انت تقدري توفري ماتيريالز كتيره ان انت تستخدميها. ازاي تختاري اللون صح؟ اكتر مكان في وشك بيبان اللون فيه هي الحته دي، فلما تيجي تختاري الفاونديشن جربي هنا. ونصيحه تانية مني ليكي بقى، حطي الفاونديشن على ايدك قبل ما تحطيه على وشك، لان السخونيه اللي بتطلع من ايدك لما بتدخل على الفاونديشن بتخلي ان بشرتك لما بيتحط عليها بتمتصه اسرع، بيخلي اللون دافي اكتر. نصيحه للممثلات بقى، ما تقبليش ابدا ان ده يحصل فيكي، ما تقبليش ابدا ان انت تطلعي بلوك زي ده، لان بجد شكلكم بيطلع وحش. مش هو ده خالص اللي انت المفروض تستخدميه في الفاونديشن، مش دي الطريقه، مش هي دي الطريقه ابدا اللي تستخدمي بيها الفاونديشن.